كان يا مكان أيامنا أيام زمان. نصلي على النبي ونبدأ الكلام في مش بودكاست لما وفوانيس، واسمع الحلقة دي جدا. لما وفوانيس وعيال بتهيس 30 يوم في الخريجة معانا. اسمع كتير انا عن فوازير، ما تحكي لي ايه الفوازير؟ كل سنة يقولوا نعمل الفوازير نعمل الفوازير. طب خد عندك بقى أحلى فوازير أطفال اتعملت يمكن في الوطن العربي، عمو فؤاد. دي بقى هحكي لك أنا القصة كاملة وتستحملني. كان في الأستاذ مصطفى الشندويلي رحمة الله عليه، والأستاذ محمد رجائي رحمة الله عليه، والأستاذ فؤاد المهندس رحمة الله عليه. الأستاذ مصطفى كان الصحفي وكاتب، والأستاذ محمد رجائي مخرج، والأستاذ فؤاد المهندس ده الأستاذ. عملوا للأطفال حاجة اسمها عمو فؤاد. عمو فؤاد دي ابتدت سنة 80، قعدت سنين. ابتدت سنة 80 برايح يصطاد، وبعد كده رايح الاستاد بيلف بلاد، حاجة عن المخترعات برضو، وفي ويا الأجداد، وفي كنوز الأرض سنة 86. دي بقى كان الأستاذ محمد رجائي أصبح رئيس القناة الثالثة، لسه بتتعمل جديد، فاعتذر عن تقديم عمو فؤاد. ورشحوا مين؟ رشحوا المخرج محمد أباظة، المخرج كابتن ميزو، وعملوا عمو فؤاد وكنوز الأرض. كفاية عليك ونكمل بكرة. نجيب الشاي بقى يا عصام وخلصت. ما تنسوش تدعوا لهم. سلام. لما وفوانيس وعيال بتهيس 30 يوم في الخريجة